السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البصارة الجميلة دي بطريقة سهلة جدا. ويلا نبدأ مع بعض الفيديو. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اول مع حاجة معايا ربع كيلو فول مدشوش، ومعايا بصلاية، ومعايا معلقة توم، وكمان حزمة كزبرة. تمام. هجيب حلة كده، احط طبعا الفول المدشوش ده انا نقعته لمدة 4 ساعات. هحطه كده في الحلة، وكمان هنزل عليه بالكزبرة، حزمة الكزبرة كلها غسلتها طبعا كويس جدا وقطعتها كده تقطيع عشوائي. وطبعا البصلاية قشرتها، غسلتها قشرتها غسلتها وقطعتها، ومعلقة وفصين توم او 3 4 فصوص توم. وكمان معايا عندي نعناع، قطفت كده كام ورقة نعناع. ده اختياري، ما عندكيش ما تعملهاش. ساعات بعملها ساعات من غير نعناع، بس لسه كنت شاريه النعناع طازه فحطيت. تمام. بحط بقى معلقه الملح وكمون، يعني تحطي بقى التوابل بتاعتك، وكمان كزبره. بس كده. وبعدين اروح حاطه الميه. ما كتريش الميه، على قد الفول المدشوش حطي الميه، يعني ما تمليش الحله كلها على الاخر. بس كده حطيتها على النار، وبعدين لقيتها ما شاء الله ات استوت، فضربتها في الخلاط. وهنا في الزيت قطعت بصلايه، ورشيت عليها رشه معلقه كده، اللهم صل على النبي، بص دقيق، وحطيتها على النار. وجبت الحله بقى تاني، حطيتها على النار، وحطيت معاها بصلايه لحد ما تاخد اللون ده، ما تغمقيش عن كده، ده كويس جدا. هنزل بقى بالبصاره اللي انا ضربتها في الخلاط. ما تلاقيش على اللون دوت، هو ده لونها. وشايفين البصل اهو بدأ ياخد يعني السوا بتاعه، اللي هو يتحمر معايا. بقى انا حطيت حاجات بسيطه جدا، لان دقتها لقيتها مش محتاجه ملح كتير. حطيت يعني شويه ملح، فلفل اسمر، شطه، وبس كده. وحطيت لها كمان معلقه اللهم صل على النبي ملوخيه ناشفه. وبس شايفين لونها بقى جميل ازاي، وقوامها كمان تقيل، والبصل المقرمش كمان خلص فحطيته. زينته كده بالشكل ده. طبعا لو مش عايزه تزينيه بالبصل المقرمش بلاش، بس هي بيبقى بيديله كرمله كده، طعمها حلو. بس كده حاجه اقتصاديه وسريعه. وكده وصلنا لاخر الفيديو. كانت معاكم ايمان هلال، قناتي ومطبخي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، اكل زمان في مطبخ ايمان. دعموني بالاشتراك في القناه.